السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا مشاهدين قناة أبو زهراء الزراعية. ودي كده نتائج التقليم بتاع مزارع التربية في أول سبتمبر أو شهر 9. حبيت أوري حضراتكم هي نتيجة التقليم. الحمد لله، يعني في 4 و5 نموات جداد اهمت زي ما كان القص اهيت زي ما حضراتكم شايفين اهو. يعني احنا عشان دي لسه شجر تحت التربية، وان شاء الله هيدخل الانتاج معانا السنة اللي جاية اهوت. انا بس حبيت اوضح لحضراتكم نتائج التناول زي ما حضراتكم شايفين. معظم الارض اهيت، في طبعا اللي كنا بنقصها على برجين، في اللي كنا بنقصها على برج، على حسب ما احنا شايفين وضع الشجرة معانا شكلها ايه. يعني زي ما حضراتكم زي ما عارفين حضراتكم ان الشجرة هي اللي ايه بتوجهنا للقصة، هي عايزة القصة عامل شكله ايه. طبعا القص بتاعنا كله تحت العودة زي ما حضراتكم عارفين يعني. وزي ما انا عايز برضو في نقطة عايز اوضحها لحضراتكم، ان مفيش حاجة اسمها مدرسة القص فوق العقدة ومدرسة قص تحت العقدة، هو كله بيبقى تحت العقدة. لان كل ما في الامر ان ممكن بيحصل ان بيبقى في بعض الاخطاء مع العمالة اللي بتبقى شغالة مع المقاولين بتوع التقليم، فممكن عامل يقص من فوق العقدة، ومن هنا نبدأ يعني تبدأ الناس بقى تتكلم تقولك في مدرسة فوق العقدة ومدرسة تحت العقدة. هي مفيش حاجة اسمها كده، هي دايما التقليم كله بيبقى تحت العقدة. ولكن أي حد بيقص فوق العقدة فده بيبقى أصلا يا إما سهو يا إما إن هو مش فاهم في القص. ولكن القص فوق العقدة يا جماعة، أنا برضو عاوز أنوه لحضراتكم إن إحنا ممكن نلجأ ليه لأوقات معينة بنبقى إحنا أصلا مجبرين عليها. يعني في اوقات كده ممكن بنبقى احنا مجبرين على القص فوق العقدة. زي ما حضراتكم شايفين اهوت الارض بسم الله ما شاء الله كلها مجددة فوق 20 او فوق من 15 ل 20 سنتي. في حاجات منها بدأت تسوي اهو زي ما حضراتكم شايفين، حاجات بدأت تسوي اهيت. وطبعا في الجديد النموات الجديدة زي ما حضراتكم شايفين اهوت. الارض كلها كده بصراحة، يعني مش الحمد لله بفضل الله يعني. انا بس حبيت اعمل الفيديو دوت، لان كنت انا اتكلمت في الفيديو اللي فات ان يا جماعه ما حدش يقص دلوقتي في نهايه شهر سبتمبر. احنا قلنا نهايه شهر سبتمبر ده الغرض ان ممكن يخش عليا البرد بدري، انت ما تضمنش ظروف المناخ، وانتوا شايفين المناخ تقلباته شديده، فكان لازم ناخد بالنا من القصه دي. يعني 1/9 ماشي، يعني احنا ده نواتج التقليم بتاعت او القص بتاعت شهر 9 اول 9، لان احنا قصينا قص في اواخر يوليو وجددت وبدأت برضو الحمد لله بفضل الله يعني سوت وعملنا دورة تربية تانية في أول 9. كل ده عشان عاوزين ناخد أكبر مجموع خضري للشجرة قبل ما تخش على الإنتاج بتاعها. زي ما حضراتكم شايفين أهو الحمد لله بفضل الله يعني نموت كلها، ومفيش أي تأثر بتريبس أو جسد أو أي حاجة ضرت النمو. الحمد لله الورق كله ما شاء الله طالع زي الفل اهو. وكان معكم المهندس حسام أبو زهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.